يا صباح الفل، يا اهلا بالشتاء وبحبايب الشتاء وبخضار الشتاء. انا زي ناس كتير منكم ما كنتش بحب السبانخ اطلاقا. يعني اكله لا، ما بتجيش على بالي، يعني ما بفكرش فيها لغايه ما قلت يا بنت اديلها فرصه. فبصراحه اديت لها فرصه وكمان فرصه، بس لقيتها لذيذه فعلا. اكله كده زي ما بنقول كده، اكله حنطه، اكله حرشه، اكله كده اما تحب تاكل حاجه مختلفه عن الحاجات اللي بتاكلها كل يوم. هي بقى السبانخ. اكلتنا سهله وبسيطه. احنا عاده هي لها وصفات كتير، يعني كذا وصفه، وبتدخل في معجنات وبتدخل في حاجة. المهم يعني هي الوصفه الشهيره عندنا في الارياف اللي هي بالصلصه. هنغسل السبانخ بتاعتنا غسله معتبره لغايه ما تبقى زي الفل كده، تحس ان انت هتاكلها طريه زي ما بنقول. الميه بتاعتها تبقى رايقه وزي الفل. انا غسلتها فوق ال5 مرات. خرطت بصلايه عليها قرنين فلفل، ونقعت حبه عدس بجبه. انا عدت الفيديو عشان افتكر اسم عدس بجبه ده 5 مرات. نقعت حبه عدس بجبه نص ساعه، وولعت عليهم النار على نار هاديه. شوحنا البصلايه مع القرن الفلفل مع فصين توم، ونزلنا عليهم بشفشق طماطم. طبعا الطماطم والحاجات دي بتبقى على قد الكميه، بس ما شاء الله انا كنت عامله الكميه حلوه. وما تغركوش حجم السبانخ، لان السبانخ اللي عارف ان هي بتخس خالص، يعني بتبقى حاجه بسيطه. هنملح الصلصه بتاعتنا بكمون وكزبره وفلفل اسود وملح طبعا وشطه. طبعا انا مش هحط شطه هنا لان انا حاطه فلفل حامي. هو بيتعمل بحاجه واحده، يعني السبانخ بتتعمل بحاجه واحده، يا اما رز، يا اما عدس بجبه، يا اما لسان عصفور، يا اما شعريه، يا اما فول مدشوش اللي هو الفول الابيض المتقشر ده يعني. ده بصراحه اللي انا عارفاهم. يا اما بتعمل يعني كل واحد براحته بقى. فانا حبيت اجود. بس بصراحه كانت جميله، تجويده كانت جميله. انا حطيت ربع كوبايه رز غسلتها وحطيتها في الصلصه تستوي. وهحط كمان العدس بجبه اللي بيتسلق، لان العدس بجبه بياخد وقت كبير في الطبخ. والسبانخ بتاعتنا ما بتاخدش وقت خالص، مجرد ما الطماطم هتتسبك مش هتاخد وقت خالص. طبعا مع السبانخ ربطتين كزبره. كزبرة يا جماعة مش بقدونس. وبحط نص ربطة شبت، يعني الشبت قليل خالص، يعني ما بكتروش زي الكزبرة. وبخرطهم تخريطة هي مش كبيرة ومش صغيرة زي ما انتوا شايفين كده يعني. المهم يا جماعة، انا عايزة اقول للناس اللي ما بتديش فرصة للسبانخ تديلها فرصة، لان بجد هي حلوة مش وحشة يعني ومغذية. وبعدين عايزة اقول كمان للامهات اللي هم لسه طالعين جداد، دول اللي هم لسه صغننين ربنا يبارك فيهم. اطبخوها وعودوا الولاد عليها، لان العيال بتطلع تاكل من الاكل اللي هي اللي قدامها. يعني دايما تاكل من الاكل اللي هي عينه شافت، لو ما كلش مره التانية التالتة هياكل في يوم من الايام. المهم العدس بتاعنا اتسلق، والرز استوى تقريبا 3/4 سوا. الرز العدس مسلوق اهوت، تهرسيها بايدك كده مهروسه زي الفل. وهقلب تقليبه كويسه. طبعا الطماطم اتسبكت مع الرز مع العدس، وهنضيف عليهم السبانخ، وطبعا متبهره ومتملحه وزي الفل، مش محتاجه اي حاجه. لو عندك شوربه هتضيفي شوربه، لو ما عندكيش شوربه هتضيفي ميه، ولو حابه تضيفي مرقه. ولو ان انا حاليا بقالي فتره طويله جدا الحمد لله بحاول ابعد عن المرقه بكل الطرق، يعني بقالي فتره كبيره. فلو عندك شوربه تمام، لو عندك ميه زي الفل. هنضيف بقى الشوربة، وهنضيف السبانخ مع الكزبرة مع كل الكميات. شايفين الكمية ما شاء الله مالية الحلة، يعني تحس ان انت عايزة حلة تانية من، لا ما تخافيش، هي 5 ثواني بس، مجرد ما البخار يجي عليها دقيقتين اتنين هتلاقيها زي الفل. مش 5 ثواني. زي ما انتوا شايفين كده بقت الحلة نصها. ههدي عليها واسيبها تتسبك كده مع نفسها. في الوقت ده بقى هعملها طشة زي طشة الملوخية. هدق في الهون فصين توم، ومش فصين توم، راس توم حلوه وعليها نص معلقه كزبره زي طشه الملوخيه بالظبط. شم بقى احلى ريحه دقه، او طشه زي ما بنقول لما تتحط على السبانخ، ويا جمالها ويا حلاوتها. تقمري رغيفين عيش كده، او ما يكون العيش جاي طازه. يعني هي المهم هتتاكل. في ناس بتاكلها برز مش عارفه، بس هي فيها رز. هي فيها رز، فيها عدس بجبه، يعني اكله كامله متكامله ومغذيه. ده فرصتها يا جماعه. وما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، لايك حلو، كومنت حلو. لايك حلو ازاي؟ لايك كومنت حلو. يعني لا تنسونا من صالح دعائكم.